السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. جالي سؤال من الأستاذ عبد الرحمن أشرف، قال لي إيه أسرع طريقة إن أنا أكون بيها سوبرفايزر، أطلع بيها من كول سوبرفايزر. فالسؤال قد يبدو إن هو مضحك، بس لا، هو سؤال مهم فعلا. بس هو مش أسرع طريقة يا عبد الرحمن، يعني الموضوع مش أسرع طريقة، الموضوع إن أنا إزاي أوصل لسوبرفايزر. انت عارف انا بتكلم معاكم لان كنت زملاء مهنه، بتكلم معاكم بالشكل اللي احنا نقدر نتفاهم بيه سوا، يعني ما بتكلمش كلمات كبيره او مصطلحات صعبه، لكن اقدر اقول لك عشان توصل من كول سوبرفايزر لازم تعدي على كل الاقسام وتتقن كل قسم من الاقسام. بمعنى غالبا دلوقتي السوبرفايزر ده هيبقى في كارير مطاعم مش في كارير الفنادق، لان الفنادق ما فيهاش سوبرفايزر، فيها فلو مانجر، فيها هيد ويتر، وبعد كده سو اون يعني الى اخره. لكن المطاعم دلوقتي عشان تبدا كسوبرفايزر مطعم، خلي بالك من حاجه، انك انت دي اول درجه للدرجه الاداريه، يعني انت هتتحاسب علينا مدير او هتتحاسب على المكان اللي انت فيه مدير، وانت فعلا هتكون مدير، يعني مش موضوع تحاسب. بس خلي بالك ان السوبرفايزر ده كمان في احيان كتير دلوقتي بقى هو بيبقى ماسك مدير الشيفت، فكانه دلوقتي بقى مساعد مدير نظرا للظروف. وهنا معظم المطاعم بتعمل كده، السوبرفايزر بيمسك ورديه. طب انا عشان امسك ورديه هعمل ايه؟ اول حاجه نصيحتي ليك كزميل، يعني اول حاجه لازم تتقن كل الاقسام بتاعه المطعم. ولنا في الايه في القران الكريم، بالايه الكريمه بتقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا، الحديث الشريف، ان الله اذا يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يبقى انت مش مطلوب منك انك تشتغل بس، مطلوب منك انك تتقن شغلك، تتقن شغلك اللي بتعمله. فتبدا من اول، يعني فروم ذا سكراتش، من اول حاجه خالص. ده رايي يعني لو انت في مطعم فرايد تشيكن، ابدا من اول تقطيع الدجاج تقطع ازاي وازاي تبقى كويسه، ومن قبل التقطيع كمان ازاي انا استلمها، لانك انت سوبرفايزر ممكن تستلم طلبيات، ممكن تستلم تشيكن اوردرز، يعني سواء متقطعه او سليمه. لازم تبقى عارف ايه علامات الفراخ كويسه، ازاي الوزن بتاعها كام، انا هستلم بالوزن وعلامات، وتاريخ الانتاج، الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديوهات بتاعه الاستلام والتخزين. لازم تاخد كل الشروط الصحيه المطلوبه، مش بس الدجاج، المنتجات الاخرى بقى اللي هتستلمها، حتى التوابل. التوابل تبقى كويسه ازاي؟ طب ايه علامات انها تبقى مش كويسه؟ ممكن يجي لك توابل، احنا قلنا عمر التوابل يكون طويل شويه، يعني قلنا الكمون والفلفل الحاجات دي بتاخد وقت طويل في التخزين، ما فيش فيها مشكله، ما تخافش منها يعني. بس خاف من ايه؟ انها تكون فيها رطوبه، والرطوبه ممكن تبوظ اي حاجات ريسبيز يعني. بال حضرتك، فاول حاجه لازم تاخد بالك من فنيات شغلك من كل قسم. قلنا استلام الطلبيات، تقطيع الدجاج، التتبيل او المارينيشن، لازم تكون عارف هو بيتم ازاي، وايه دلائله وايه علاماته. وبعد كده تخش على كل ستيشن من اللي عندك، مثلا ليتس سي انك انت عندك ستيشن اللي هنا بيني، ده قسم لوحده اللي هو بتاع مكانات طهي الدجاج، او اذا كانت محليه او مستورده، لازم تبقى عارف الفرق بين دي وبين دي، وخصائص دي وخصائص دي. يعني يبقى لك في الصيانه كمان طبعا، عشان تعرف لما يبقى عندك عطل هتبلغ مين وتعمل ايه، وايه الخطوات الاساسيه اللي بنعملها قبل ما نبلغ بتوع الصيانه. انك تتاكد من الكونكشنز او الوصلات بتاعه المكنه انها مظبوطه، انك تتاكد من وضع الفيشه، تتاكد من ان في كرنت، تتاكد من ان في 380 ولا 220. يبقى انت كده دخلت في موضوع فنيات شغلك، دي اهم حاجه. قسم زي الدجاج اهو، نبص على الجريل مثلا، لازم تبقى عارف الجريل، تفتح الجريل ازاي، هل هو غاز ولا كهرباء، والفرق بين الغاز والكهرباء، وده درجته كام وده درجته كام، وتتقن العمل عليه، مش بس تشتغل عليه. وانت بتشتغل عليه حط نفسك انك انت مدير، يعني انك انت وانت بتشتغل في كل قسم انت لازم تكون ملم بدقة التفاصيل، لانك انت مش هتبقى مجرد طباخ، انت هتبقى مجرد، وهتبقى بعد كده مدير. سوبرفايزر هو اول درجه في درجات المدير الرجال. وبعد كده نيجي على الفراير ستيشن. ايه الفراير ستيشن؟ ايه الحاجات اللي بتطبخ في الفراير؟ طب ايه الفرق بين حاجات فريزر تو فراير، ولا الحاجات الماينيتد، ولا الحاجات البريكو اللي هي فيها طبخ اولي؟ لازم تعرف الفرق بين اصلا دي كلها. وبعد كده ندخل على السلطات، لو في اداه سلطات، ايه السلطات اللي عندنا؟ مثلا في كنتاكي في عندك نوعين، كول سلو وسلطه خضراء، كان زمان في حاجه اسمها ميكس بينز. لازم تشوف كل الانواع دي وبتتعمل ازاي، والتجهيز بتاعها ازاي، ووقت التجهيز قد ايه، لانك انت كمدير بتبقى مطالب انك تفتح المطعم في وقت محدد وتقفل برضه في وقت محدد. يبقى انت تعرف الاوبرنج ده ياخد قد ايه، استيميتد تايم، ساعه مثلا، يبقى انا ابقى جاهز بعد ساعه، لا ابقى جاهز بعد ساعه ونص، وهتابع الناس بعد كده مين خلص ومين لسه عليه حاجات ما خلصهاش. اوكي، ده الباك اوف ذا هاوس او المطبخ بتاعنا. ده المطبخ ده انا من وجهه نظري اهم حاجه. انت لو شاطر في المطبخ وفنياته سهل بعد كده تتعلم الحاجات التانيه. حاجه مهمه جدا
اسمحوا لي، لازم يبقى عندك معلومات عن فود سيفتي. مش هقول لك الهسب ده حاجه متقدمه شويه، بس الفود سيفتي، درجات الحراره، درجات التجميد، درجات التبريد، طرق الحفظ، رص الثلاجات، ايه علامات التسمم لا قدر الله، علامات الفساد الغذائي، علامات الفساد اي منتج غذائي، ايه البريكوشنز او الاحتياطات اللي تاخدها لو حصل لا قدر الله حاجه زي كده فود بون النس او اشتباه في تسمم غذائي او كذا او كذا. ده كله لازم يبقى ملم بيه. للاسف يجيني احيانا في الانترفيوهات حد سوبرفايزر مثلا جاي يقدم صور، اول ما اساله في الفود سيفتي والدرجات يقول لا انا مش فاكر. لا مش معقول، انت مش فاكر ومش هتطبق. لو انت المعلومه مش عند حضرتك يبقى انت مش هتطبقها، يبقى انت مش هتسقيها كمان الناس اللي تحتيك. انك انت دور من ادوار السوبرفايزر انك انت هتبقى ليك بارتيسيبيت، هتبقى بتشارك في عمليه التريننج، في عمليه التدريب للاستاف على مختلف وظائفه. ده الباك اوف ذا هاوس. طيب فرونت اوف ذا هاوس لازم تبقى عارف ايه؟ الصاله، طريقه اخذ الاوردر، تاخد الاوردر ازاي لو انت عندك صاله، الصاله تحكم عليها ازاي، نظافه الصاله، في الاوبننج بتاعك ايه الخطوات اللي هتعملها في الصاله، في الكلوزنج ايه الخطوات اللي هتعملها في الكلوزنج او في الغلق، هتعمل ايه مطلوب منك، هتظبط ايه، هتسيب المطعم ازاي بالليل، هتسيبه بالليل ازاي، زي ما تحب تستلم الصبح ازاي. دايما بقول لاي سوبرفايزر كده، عايز تستلم مطعمك ازاي الصبح، سيبه بالليل برضه لزميلك بتاع بالليل كده. يبقى احنا هناخد الفرونت اوف ذا هاوس والباك اوف ذا هاوس والفود سيفتي، وكمان اسمح لي اقول لحضرتك لازم تكون اي حاجه في علم النفس شويه. ليه؟ عشان تعرف تتعامل مع الاستاف، لانه انت بتتعامل مع اصعب حاجه بتتعامل معاها بصراحه العامل البشري. المكنه خلاص بتفتح الماكينه كده وبتظبط الدرجات الحراره وبتاع وخلاص الموضوع خلص، انما الاستاف لازم يبقى عارف مفتاح كل واحد فيهم. كان معاك ماستر كي ولازم يفتح الماستر كي ده، هيفتح كل الناس اللي قدامك دول عقولهم وقلوبهم ليك. وزي ما قلنا قبل كده في حلقه القياده، لازم تحب الناس الاول وهم يبقوا حاسين بده. يعني انت لو الناس مش هتعرف تديهم لو انت ما حبيتهمش، او على الاقل تحسسهم باهتمامك ليهم. وقلنا المدير لازم يكون 3 اف، فيرم، فريندلي. في ناس اعترضت معايا في موضوع الفريندلي، قال لك اصل احنا كشرق اوسط او كشعب مصر لما تبقى فريندلي مع الناس هياخدوا عليك ويقللوا من شأنك الوظيفي. لا 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 خالص، انت اللي بتحط حدود بوردرز لكل حاجه في الحياه، بينك وبين الجست، بينك وبين زميلك، بينك وبين مديرك، بينك وبين اسرتك. انت اللي بتحط الحدود وبتسمح لكل واحد بقد ايه ما يتخطاهاش. فدي this is my advice، دي نصيحتي بصراحه، انك انت عشان تقدر تبقى سوبرفايزر لازم تعمل الحاجات دي كلها. ونصيحه ثانيه، ما تبطلش قرايه في المجال. اقرا في المجال كتير، اقرا في الفود اندستري، في صناعه الاغذيه، اقرا في السيرفيس، اقرا في انواع الخدمه، اقرا في الكاستمر، اقرا عن العميل بتاعك كتير قوي، وشوف انواع الكاستمر. كان في فيديوهات عملتها قبل كده انواع الكاستمر، اللي هو الهارد كاستمر، يعني اللي هو العميل الصعب، مين هو وايه مواصفاته وكم نوع. موضوع كبير جدا يا جماعه. يعني ربنا يوفق كل واحد عايز ياخد خطوه لقدام، بس عشان تاخد خطوه لقدام ده في حاجه تانية كمان بصراحه، لازم تكون متفاني في عملك. نصيحه، لن تصل الا بالتفاني ده، اللي هو يعني مش بعمل كل حاجه مطلوبه مني، لا انت لازم تعمل حاجه فوق الشوت لاين، فوق خط الوجوبيه، بحيث انه فلان ده يبقى مميز في الحته دي. انا عندي واحد مميز في المطبخ، وعندي واحد مميز في الصاله، وعندي واحد مميز في الاداره، مش هتيجي بين يوم وليله. في تصوري عشان تبقى سوبرفايزر اسرع وقت قلت عليه يا استاذ عبد الرحمن مش قبل 3 شهور. دي المينيمم، المينيمم تايم. ممكن 6 شهور، ممكن سنه، it depends about you. هتوقف عليك وهتوقف على المكان اللي انت شغال فيه. هل في الشركه دي فاتت حاجه جديده يبقى هم مستعجلين ان هم يرقصوا سوبرفايزر؟ هل في مستقبل؟ هل في بيكبروا؟ ولا انت حاسس انك انت قدامك مكانك؟ وما تستعجلش، نصيحتي ما تستعجلش ابدا انك تطلع من مرحله الكرو لمرحله السوبرفايزر، لانك انت النهارده اخطائك بتتداوى بسهوله، لكن وانت سوبرفايزر اخطائك محسوب عليك قوي. هيبقى الخطا عندك كبير، لانه جاي من شخص كبير، كبير في المسؤوليه، كبير في المقام، كبير في المكان. فدي نصيحتي لكم بصراحه، ونصيحه لاي حد عايز يفكر انه يبقى سوبرفايزر في اسرع وقت. ربنا يوفقكم جميعا يا رب ان شاء الله، ونشوفكم على خير. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب لو عجبتك الحلقه. شكرا.